السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا توكتين كابلز بشكل جميل وبسيط وفي متناول ايد اي ست تقدر تنفذهم بسهولة وبيسر. طبعا التوكتين زي ما انتوا شايفين كده قدامكم كيوت قوي، بساط قوي. مش هقدر اقول اكتر من انه حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا وجميلة جدا. يعني بجد انتوا هتحكموا لما تشوفوهم وتشوفوا طريقة عملهم بسيطة قوي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا هنجيب طلباتنا حاجات بسيطة، خامات بسيطة طبعا، والحاجات اللي قدامكم الاكسسوارات دي حاجات بسيطة جدا، مش محتاجة يعني حاجة. هنا معانا شريط ستان من عرض 1.25 سنتي، ومعانا تول زي ما انتوا شايفين من عرض 4 سنتي، يعني 8 سنتي هقسمها على 2 يبقى 4 سنتي، ومقاسهم 65. هنا الأول بقول الستان ده 13.5 سنتي، اللي هما الاتنين اللي في النص، والواحدة اللي ورا دي 18 سنتي من عرض متر، من عرض سنتي وربع. طبعا اتنين بس، شريطة موف وشريطة بيضة، ودي شريطة واحدة اللي هي هتبقى قدام. طولها 31 سنتي، انا بشاور لكم بايدي، وطبعا انا حاطه لكم المقاسات قدامكم على الشاشة، تقدروا يعني ما تغلبوش في اي حاجة. الطول هنا 65 سنتي في عرض 4 سنتي، انا عاملاهم 8 سنتي وهقسمهم في النهاية ل4 سنتي. ومعانا الاكسسوارات دي. طبعا الاول هسرج التل، هبدأ بالتل اشتغل فيه عشان اعمله الوردة اللي قدامكم دي. طبعا هكشكشه زي ما انتوا شايفين كده، طبعا جميل جدا لما بيتكشكش التل ده. طبعا اللي هو الجليتر رخيص في السوق، مش غالي، يعني تقدري تجيبيه. طبعا حلو قوي المشروع ده للعيد. التوك دي ممكن تبهج الأطفال يعني فيشتروها، لأنها فعلا توك مبهجة. بصوا أنا عملت كده الوردة التول. طبعا انتوا عارفين بننفذها ازاي، هي عبارة عن كشكشة بس، لا غير، ما بيتعملش فيها أي حاجة غير الكشكشة. انا بقيسها، الوردة البينك دي ملكوش دعوة بيها أنا. طبعا لقيتهم مقاسهم زي بعض، انا بس بظبط عشان اشوف المقاس. هنا بقى هجيب طبعا ايه المشبك بتاعي، هحطه على الجوخ زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا عارفين احنا بنعمله ازاي، مش محتاج ان انا اوريهولكوا، لان الكل عارف دلوقتي الجوخ احنا بنعمله ازاي، سواء على المشبك او على الاستيك. بسيط قوي وسهل. ببطن المشبك كده بالجوخ. طبعا هلزقه بقى على فين، على الوردة دي زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا مبطناه بالجوخ. بصراحة التوكة جميلة قوي وتستحق فعلا انكم تعملوها. وبعدين ممكن تعملوا التل ده اتقل شوية واصغر شوية، ممكن هيبقى الطف، بس انا عملته كده عشان يوضح يعني قصادكم في التصوير زي ما انتوا شايفين. خلص التل، ركنت الوردة. هعمل بقى ايه الستان. انا عندي الستان هنا، بصوا دي تانياها بالشمع، دي لسه اهو. الستان عرض سنتي وربع، مش كبير، او ممكن تعملوها كمان بالجليتر اللي هو الفوم جليتر، تقصوا برضو سنتي وربع
بصوا انا حطيت الشمع هنا ازاي، وبتنيها نصين على الشمع. يعني الشريطة اللي معايا اي شريطة في دول معمولة بنفس الطريقة دي. بصوا انا بحط الشمع في الستان وبتنيه نصين. المقاسات طبعا انا قلتها لكم، دي 18 سنتي هي، والبيضة 18 سنتي اهي زي ما انتوا شايفين كده. دي اللي هي ورا خالص في الفيونكة قدامكم اهي، دي ودي البيض 18 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، 18 سنتي. دي بقى 31 سنتي وتانيها بنفس الطريقة نفسها. هنا بقى هعمل اللي هما 13.5 سنتي، دي هعمل منها 4، كل اتنين هيبقوا مع بعض. بصوا اهي 13 سنتي برضو هشبكها بس الاول بالشمع، اتنيها نصين. بصوا المنظر، انا عامله التلاتة التانيين يعني عشان الفيديو ما يطولش قوي، بس انا عشان اوريكم. طبعا هنا خلاص انا تنيت اهو. بصوا اهي بتبقى بالمنظر ده. دول 4 اللي هما في النص، ودي 2 اللي ورا، ودي واحدة اللي قدام خالص. دول بقى الاتنين اللي ورا هبدأ بيهم. بصوا هحطهم على بعض كده. بصوا خدوا بالكم بقى من الطريقة. هلزق الأول، هسيب حتة حوالي نص سنتي أو ربع سنتي حسب مزاجك انتي، وهبدأ أتني عليها كده. هبدأ ألفها كدايرة في ايدي ورا بعضها، بس كل مرة هدهن الشمع في واحدة من الاتنين الستانين اللي قصادنا دول. بصوا اهي، احط الشمع كده واروح لفاه كدايرة في ايدي، وطبعا صباعي ده يعني محطوط عشان الدايرة ولا تطلع ولا تنزل، يبقوا مظبوطين على قد ما بشتغل اهو. ايدي دي بتعدل المنظر، والتانية بتخلي ايه المنظر كده سلس، ما يبقاش فيه كلاكيع عشان الشمع ولا حاجة. بصوا بروح لفة كده. كل الستانات دي هتتعمل بنفس الطريقة دي عشان تديني منظر الايه يعني البونبونيه اللي هي المصاصة او حاجة، المنظر بتاع الاطفال طبعا بتهواهم الحاجات دي. بصوا المنظر جميلة جدا. هستمر على كده لحد ما اخلصهم. طبعا يا حبايبي فضلا وليس امرا، اللي وصل معايا لحد كده في الفيديو يعمل لايك ويحط سبسكرايب ويعمل سبسكرايب، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. طبعا يا حبايبي التوك دي بمناسبة العيد، طبعا انتوا عارفين لازم تعملوا حاجة لأولادكم أو تشتروا حاجة يبقى منظرها حلو وتبقى كيوت كده. وطبعا الموديل بتاعها يبقى حديث، فدي أحدث الموديلات في التوك والإكسسوارات، وحاجات مش مكلفة ومش متعبة. طبعا أنا بحاول أقدم لكم كل جديد بينزل، يعني نعمله مع بعض عشان نشوف طريقته وعمايله وكل حاجة. كده بقى دي اللي ورا
اللي هي اخر واحدة قدامكم اهي. طبعا هي ناحية يعني فيها حتة بيضة، نصها ابيض ونصها ايه بنفسجي، فانا هعمل الابيض اهو. بالنسبة ان ايه هي التانية معمولة في الابيض، لو كنت خدت بالي كنت عملتها في البنفسجي. بصوا هنا بقى 13.5 سنتي، هم 4 شرايط 13.5. هعمل كل 2 على حدة زي ما انتوا شايفين كده. هعمل البينك مع الابيض، وهعمل البينك مع الموف. ادي المنظر وادي الشغل. طبعا عايزاكم يا حبايبي تشيروا الفيديو لأكبر عدد ممكن من أصحابكم، طبعا عشان الفيديوهات تترفع، لأن مفيش مشاهدات، المشاهدات قليلة. أجي بالطريقة دي. اللي ليه تعليق أو اعتراض على حاجة أو عايز يفهم حاجة في الفيديو يقول لي برضو في التعليقات وأنا أوضحها له. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. إيدك هي ظبطة الشغل، طول ما انت ظابطة إيدك في الشغل بتطلع مظبوطة وحلوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب استغفرك واتوب اليك، استغفرك واتوب اليك، استغفرك واتوب اليك. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا. طبعا الفيديو هتسمعوا فيه شوية وش لان انا بعمله بالنهار، والعربيات والناس بيبقى فيه وش شوية غير لما بعمله بالليل. طبعا كده اجي البنك هعمل بقى المف بنك ده في 13.5. طبعا انا ماشية بالتدريج عشان ما لخبطش نفسي ولخبطكم معايا. ادي اهو الموف والبنك كمان، دول اللي في النص، الاتنين اللي في النص. هي حلوة وبسيطة، يعني عبارة عن لف الستان على بعضه، ما فيهاش ولا شغل فيونكات ولا حاجة، وطلع شكلها كيوت قوي. يعني الأطفال حتى ممكن تشتغلها بنفسها، لو جبت لهم الحاجة وقعدتي وقلت لها اعملي توكة لنفسك هتبقى جميلة قوي لما تطلع من ايديهم كمان، حلوة جدا. طبعا كده خلصوا الاتنين اللي في النص، هيبقى فاضل اللي قدامي اللي هي ايه 31 سنتي. طبعا عشان دي انا عاملاها 31 عشان ايه شريطة واحدة مش شريطين، فعملتها 31. لكن شريطين انا عاملة مقاس 13.5 سنتي ومقاس 18 سنتي، والشريطة الواحدة 31 سنتي اهي زي ما انتوا شايفين كده. دول الاتنين اللي في النص اللي هم 13.5 سنتي هلزقهم في بعض بالشمع. طبعا انتوا شايفين بلزقوا ازاي، حطيت نقطة الشمع ومسكتهم في بعض فمسكوا على بال ما الزقهم ايه على التوكة اللي عندي.
طبعا هلزقهم الاخر كلهم مع بعض، انا بشوف بس المنظر او بحط المنظر قدامي عشان اعرف انا بعمل ايه. هنا بقى هنيجي لايه، انا محتارة طبعا عشان الكاميرا تيجي على التوك، لان ساعات بتبقى بعيدة، فانا بحاول اقربها اللي بيها تبقى ايه في الكاميرا كويسة. هنا بقى 31 سنتي بدأتها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده قربت اخلصها. هي ما خدتش حاجة، بس عايزة برضو ايه يعني تأني عشان تطلع مظبوطة معانا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. خلصت، هبدأ بقى ايه ألزقهم خلاص. طبعا كده الوردة بتاعتي خالصة، هلزق عليها أول واحدة اللي هي الأبيض في الموف، هلزقها كده. مش بتاخد حاجة ومش بتاخد وقت ومش بتاخد شغل في لزقها. تحطي نقطة الشمع وتمسكيها كده على طول في التل هتلاقيها مسكت. هنا برضو الاتنين اللي هما في النص عايزة تشبكيهم في بعض زي ما انا شبكاهم كده، اشبكيهم. عايزة تعمليهم كل واحدة على حدة، اللي انت عايزاه اعمليه بالطريقة اللي تريحك في الشغل. انا عملتهم كده عشان انا بحبهم يبقوا مشبوكين طالما في النص مع بعض عشان ما يبعدوش. هنا بقى بحط الحتة الاخيرة اللي هي طبعا 31 سنتي. الاول بزود الشمع زي ما انتوا شايفين كده، واروح حاطه دي برضو واحط لها الشمع بتاعها. كده خلصت خلاص. هحط بقى الاكسسوار بتاعها. طبعا الاكسسوار من لعب الاطفال اللي هي بتاعت الحظاظات اللي احنا بنعملها، يعني بنحاول نوظفها سواء في حظاظة او في توكة. يعني حطيت لولاية هنا في النص، واحط له الايه، هحط بقى النجمة اللي هي قدام الخضرة دي الاول. ايوه كده. المهم ان انا هلزق الاكسسوار زي اللي في التوكة التانية بالظبط، مش هخلف عنه حاجة. هنا هحط نجمة البينك، وهنا هحط اللي هي الايه الفوشيا، النجمة الفوشيا من فوق على الجنب كده. طبعا انا عاملاها يعني عشان يبقوا توكتين مع بعض، البنوتة تحطهم في شعرها الاتنين يبقوا زي بعض زي ما احنا بنشتغل اي توكة. وبرضو نفس الطريقة فديا زي ما بنشتغل اي توكة بنعمل اللي في ايدينا زي اللي خالصة معانا. ادي كده خلصت خلاص. هتتفنش بقى وافتح التل. بصوا هروح فاتحة التل
وطبعا يا حبايبي كده خلصت توكة العيد. طبعا تقدروا تنفذوها، سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومن غير مجهود، مخدتش حاجة زي ما انتوا شايفين، وبفن بسيط. يومك سعيد مع ماما شوجة. هتفيدي وتستفادي. ما تنسوش اللايك والشير يا حبايبي، ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.